بيبدأ المسلسل مع موظف في شركة، وبنشوف الموظف وهو بيشتغل تبع شركته لساعات فوق ساعات عمله، وده لأنه بيبحث عن شريك يوافق على العرض اللي مقدماه شركته، وده اللي بيخليه يقابل عملاء كتير ولكن للأسف بدون أي فايدة، لحد ما أخيرا بيلاقي عميل بيوافق على العرض اللي معاه وبيمضي عقود الشراكة، وده اللي بيخلي الموظف مبسوط إنه أخيرا حقق التارجت بتاعه في الشركة، وبيمشي يفكر في المكافأة والترقية اللي هيحصل عليها من مدير الشركة، وبيقول أنا لازم أعزم أصحابه ونحتفل بالحدث المهم ده. وأثناء ما كان الموظف ماشي في طريقه للشركة بيخرج من اسم الشرطة مجرم هربان بعد ما سرق مسدس الشرطي وضربه بيه، وبيخرج وراه الشرطي المصاب وبيوقعه على الارض عشان يقبض عليه، وساعتها بتخرج الطلقه من المسدس اللي في ايد المجرم بتخترق قلب الموظف اللي بيقع على الارض غرقان في دمه، وبيتكلم وسط انفاسه الاخيره وبيقول انا كنت بتمنى افرح بالمكافاه اللي هاخدها النهارده، وبيغمض عينه وهو بيودع الدنيا. ولكن الغريب ان هو مش بيموت، وبيفتح عينه بعد لحظات بيلاقي نفسه في مكان مختلف تماما، وبيشوف تنين ضخم بيطير في السماء، ومش بس كده ده كمان بيسمع صوت بينادي عليه وبيكلمه وبيقول له انه اتكتب له فرصه جديده للحياه، ولكنه اتنقل لعالم موازي اسمه جلدراديا، وفي العالم ده مش بس ليه فرصه للحياه ولكن ليه مميزات تانية زي السحر اللي هيمتلكه. وبيقول له الصوت انهم ما حددوش غير عرقه وسنه، ولكن الباقي هو اللي يقدر يختاره ويحدده بنفسه. وفجاه بتظهر قدام الموظف شاشه الكترونيه وبيكون مكتوب فيه معلومات عنه زي انه بشري وعنده 15 سنه، وبيقدر انه يختار اسم ليه فبيسمي نفسه لوشيل، وبعدها بيختار لنفسه 4 من المهارات وهم التحكم في السحر واتقان التقييم والفنون القتاليه ومعاهم حظ الوحش. وبيعرف ان بالمهارات اللي اختارها تبقى وظيفته هي المعالج، وعشان كده بيقول انا لازم استغل وظيفتي الجديده واساعد بيها الناس. واثناء ما كان ماشي في الغابه بيخبط في جثه وحش، وده بيخليه يترعب وبيجري باقصى سرعته، وهو بيقول انا مش عايز اموت تاني في الحياه دي قبل ما اعيش الحياه اللي بتمناها. وبعد فتره بيوصل لوشيل لبوابه مدينه في المملكه، وبيلاحظ ان الحراس بيشوفوا هويات كل الناس اللي بيدخلوا المدينه وكمان بياخدوا منهم فلوس. وقتها مش بيكون مع لوشيل غير 3 عملات فضيه، ده غير انه ما عندوش اي بطاقه هويه ودي هيكون فيها مشكله كبيره، وعشان كده بيقرر انه يكذب على الحارس. ولما بيكلمه على الهويه بيقول له انا من قريه صغيره وبشتغل معالج، ولكن اهل القريه بيشوفوا ان مفيش اي فايده مني وعشان كده بيطردوني، وده اللي بيخليني اجي للمدينه عشان ابحث عن عياده اتدرب فيها، لكن مش معايا اي بطاقه هويه. فبيسيبوا الحارس على البوابه وبيدخل يقول لشخص مسؤول وبيبلغه بكلام لوشيل، وفعلا بعد لحظات بيخرج الحارس مع فارسه اسمها مونيكا، فبتدخله مونيكا للمدينه. وقتها بيعرف لوشيل ان المعالجين مش بيدفعوا رسوم دخول للمدينه، واثناء ما كان لوشيل بيجري عشان يلحق مونيكا بيخبط في مجموعه من المغامرين وبيخاف منهم بسبب قوتهم الكبيره، وبيخاف اكتر لما واحد منهم بيحذره من انه يبقى معالج فاسد، لكن لحسن الحظ بتشوفه مونيكا وبتلحقه من ايدهم، وبيكمل الاثنين طريقهم سوا لنقابه المعالجين. وبتعرفوا مونيكا ان المملكه مش بتاخد رسوم من المعالجين، وده لانهم بيشوفوا ان شغلهم مهم لكل اللي في المملكه. واخيرا بيوصلوا لنقابه المعالجين وبتقابلهم موظفه الاستقبال وبترحب بيهم، ولما بتعرف ان لوشيل عايز يقدم في النقابه بتديله ورقه يكتب فيها بياناته، وبعدها بتسلمه كارت يملاه عن طريق قوته السحريه. فبيقلق لوشيل لانه لسه مش عارف ازاي يستخدم قوته، ولكنه لما بيركز كويس بيقدر فعلا يملى الكارت بمعلومات قوته السحريه. فبتاخده الموظفه عشان تسجله في النقابه. اما مونيكا فبتقول انا دوري خلص لحد هنا، ولكن لوشيل بيلحقها قبل ما تمشي وبيسالها ازاي يقدر يتعلم السحر ويستخدمه، وده لان ما كانش في اي كتب سحر في القريه اللي كان فيها. وقتها بتعرفه مونيكا ان في 3 طرق لتعليم السحر. الطريقه الاولى هي التعليم المكثف، واللي الطالب فيه بيدرس كل امور وكتب السحر بشكل مكثف وكل يوم بدون اي اجازات. والطريقه الثانيه هي الطريقه الاكاديميه، وهو ان يدخل مدرسه السحر لمده 3 سنين، ولكن ده هيكلفه رسوم دخول المدرسه. اما الطريقه الثالثه فبتقول انه بيتعلم فيها السحر بجانب اعمال حياتيه ثانيه، وبتعرفه ان هو اللي بيختار الطريقه اللي عايز يتعلم بيها. وبعد تفكير بيقرر لوشيل انه يختار التعليم المكثف، وده عشان يتعلم كل السحر في اسرع وقت، وبيكون ده انسب حل ليه، خاصه لانه كده كده متعود على العمل تحت ضغط من حياته القديمه. وبالفعل من اول ما لوشيل بيختار طريقه تعليم السحر وبتسلمه موظفه الاستقبال كتاب السحر وبتاخده للاوضه الخاصه بيه في النقابه. ومن نفس اليوم بيبدا لوشيل فعلا يقرا كتاب السحر ويتعلم اللي فيه، وبيقرر انه يبدا بتعلم تعويذه الشفاء، وفعلا بيبدا يتدرب عليها طول الليل، ولكنه بيفشل ينفذها بشكل صحيح. ده غير انه بيكتشف ان طاقه السحر اللي في جسمه قلت بشكل ملحوظ، وعشان كده بيقرر انه يرتاح في اليوم ده ويكمل تدريب تاني يوم. وبالفعل بيصحى لوشيل تاني يوم وبيلاقي طاقه السحر رجعت طبيعيه عنده، وعشان كده بيبدا يتدرب من جديد على تعويذه الشفاء. وبعد محاولات كتير اخيرا بيقدر انه ينفذها بشكل صحيح. ووقتها بتيجي الموظفه عشان تطلب منه يدفع ايجار الاوضه اللي قاعد فيها، ولكن لما بتعرف انه تبع مونيكا بتقول لمونيكا دفعت كل رسوم دخولك للنقابه وكمان وصت اننا نهتم بيك. فبيشكرها لوشيل وهو بيفكر في مونيكا وازاي يقدر يرد لها الجميل، وبيسال لوشيل الموظفه وبيقول لها هو ينفع ان اشتغل بتعويذه الشفاء اللي معايا. فبتعرفه الموظفه ان كل المعالجين بيشتغلوا بيها في المدينه، ولكن لازم يكون معالج صالح وما يفرضش رسوم كتير على المرضى. فبيخرج لوشيل لاول مره من نقابه المعالجين وبيتمشى في المدينه وهو بيبحث عن وظيفه ليه، لحد ما بيقابل نفس جماعه المغامرين مره تانية. وقبل ما يسالهم اذا يعرفوا اي عياده يقدر يشتغل
بيشتغل فيها. بيتفاجئوا كلهم بمجموعه من المغامرين الشباب وهم راجعين من معركه، والكل بيكون مصاب باصابات خطيره، حتى العلاج مش هيساعدهم في الشفاء. وساعتها بيقول لشيل في سره ان جه وقت عشان اثبت اني معالج صالح، وعشان كده هو بيطمن المصابين وبيقول لهم انا اقدر اساعدكم بتعويذه الشفاء وكمان بدون اي مقابل. وفعلا بيبدا لوشيل يعالج المغامرين، وفي اول مره للاسف بيفشل انه ينفذ التعويذه بشكل صحيح، ولكن ده مش بيخليه يستسلم لانه بيرجع يستخدمها من تاني، وفعلا المره دي بتنجح، ومن بعدها بيبدا يعالج كل المغامرين. ولكن للاسف طاقته السحريه بتخلص وبيغمى عليه قبل ما يعالج اخر محارب مصاب، واللي كان وقتها مصاب اصابه خطيره. وبيفوق لوشيل بيلاقي نفسه في نقابه المعالجين، وساعتها بيكون متضايق من ضعفه اللي بيخليه ما يقدرش يعالج اخر مغامر، وعشان كده بيقرر انه لازم ينضم لنقابه المغامرين، وده عشان يزود من قدرته وقوته على التحمل وبالتالي تزيد قوه سحره. وفعلا من اليوم التاني بيروح فورا على نقابه المغامرين، وبيقول له موظفه الاستقبال انا معالج اسمي لوشيل وعايز اقدم في نقابه المغامرين وان من مهاراتي هي فنون القتال. فبتوافق الموظفه على طلبه لما بتعرف انه عنده مهاره فنون القتال، وبتديله الاستماره يملاها وبعدها كارت السحر. فبيطلب منها لوشيل انها ترشح له افضل مدرب في النقابه عشان يتدرب معاه. فبتقول للموظفه المدرب برود ده افضل مدرب عندنا في النقابه، ده غير انه يبقى اهم واقوى مدرب موجود. في نفس الوقت اللي بيوصل في المدرب برود، واول ما بيشوفوا لوشيل بيترعب بسبب قوه جسمه وعضلاته، لكن ده بيخليه يتشجع اكتر انه فعلا يتدرب معاه. فبيعرض عليه الموضوع وبيوافق برود على طلبه، وبيسالوه امتى حابب يبدا التدريب. فبيقول له لوشيل انا هبدا تدريب بعد 6 ايام، وده علشان الحق اخلص تعويذ السحر اللي بتدرب عليها في نقابه المعالجين قبل ما اتنقل لهنا. وبالفعل بيرجع لوشيل لنقابه المعالجين، وفي ال6 ايام دول بيشتغل على كل تعويذ العلاج عشان تقوي قدرته السحريه في الشفاء. وبعد ما بيخلصوا ال6 ايام بيودع لوشيل موظفه الاستقبال نقابه المعالجين، وبيعرفها انه هيتنقل لنقابه المغامرين. وفعلا بيروح لوشيل فورا لنقابه المغامرين، وهناك بيعرف من الموظفه ان برود منتظره في صاله التدريب. ولما بيروح له بيقول لبرود انا فضيت الصاله كلها وخليتها ملكنا لحد ما كمل تدريبك. واول تدريب بيطلبه من لوشيل هو الجري بشكل سريع والمده طويله، وده اللي بيخلي لوشيل يحس بالارهاق الشديد، ولكنه بيشجع نفسه لما بيقول انا في حياتي السابقه كنت بتمنى اقضي وقت بسيط اتدرب فيه، لكن دلوقتي بتدرب وكمان عايش حياه مختلفه ومميزه. ولكن حتى كلام التشجيع مش بيأثر في لوشيل اللي بيغمى عليه بسبب التعب الشديد، وبعد فتره بيفوق وهو بيصرخ من الالم، وده لان برود بيحاول انه يفك عضلات جسمه عشان يقدر يتمرن اكتر. وبيقول برود للوشيل انت ضعيف جدا وقوتك ضعيفه ومحتاجه تدريب كتير. فبيرد عليه لوشيل وبيقول له انا جيت اتدرب هنا للسبب ده، لان التدريب على فنون القتال هيزود من قوتي الجسمانيه وبالتالي هيزود من قوتي السحريه وهقدر اعالج ناس اكتر. فبيغير برود طريقه التدريب مع لوشيل وبيخليه يتدرب دافع عن النفس، وبيقول له يهاجمه ويضربه، ولكن في كل مره لوشيل بيفشل يضرب برود او حتى يصيبه، لحد ما بتنتهي الجوله بخساره تامه لوشيل اللي ما سجلش ولا نقطه. ولكن برود مش بيكتفي بكده، لانه بيخلي لوشيل يبدا جوله كمان لحد ما بتخلص كل قوه لوشيل تماما، فبيقع على الارض. وقتها بيطمنه برود وبيقول له طبيعي انك ما تقدرش تنتصر عليا، ولكن لازم تتعلم من كل ملاحظه بقول لك عليها. وقتها بيفتكر لوشيل اول فتره ليه في شغله في حياته السابقه لما كان لسه متدرب، وبرضه كان بيتعلم ملاحظات زمايله الاكبر منه، وعشان كده بيوافق على كلام برود. وبسبب الالم اللي بيحس بيه في كل جسمه بيقول لا انا لازم استخدم تعويذه الشفاء واعالج نفسي، ولكن برود بيرفض وبيعرف انه لازم جسمه يتعالج بشكل طبيعي لان ده هيزود قدرته على التحمل ويقوي جسمه. وبعدها بيطلب برود من لوشيل انه يعالج كل المغامرين بسحره مهما اختلفت اعراقهم حتى لو مش بشريين. فبيقول له لوشيل انا هعمل اقصى جهدي علشان اساعد الكل واعالجهم بدون اي تمييز بينهم. وفي الوقت ده بيدخل مجموعه من المغامرين المصابين وبيسالوا لوشيل لو يقدر انه يعالجهم، فبيوافق لوشيل فورا وفعلا بيعالج اصابتهم اللي كانت خطيره. وبعدها لبرود انا مش بقدر استخدم تعويذه الشفاء غير 8 مرات في اليوم. فبيعرفوا برود ان ده عدد كافي الفتره دي، لكن بيعرض عليه انه يخلص ال8 مرات كل يوم، وده عشان يزود من قوه تحمله وبالتالي يزود من عدد مرات استخدام التعويذه. وبيعرض عليه برود عرضه وبيقول له انا هقدم لك مكان تعيش فيه في النقابه بدون اي رسوم، وكمان هوفر لك 3 وجبات مجانا، ده غير ان هدربك كل يوم بنفسي، كل ده مقابل انك تعالج كل المغامرين اللي هيتصابوا او يمرضوا. فبيوافق لوشيل فورا وبيقول من واجبي ان اساعدهم كلهم وكمان مجانا بدون اي مقابل، وده بيخلي برود مبسوط منه وبيقول ان لو العالم فيه معالجين زي لوشيل كان زمانه اتغير للافضل. وبيتفق برود مع لوشيل انه مش هيخرج من نقابه المغامرين طول فتره التدريب، وده اللي بيخلي لوشيل يحس انه هيكون كانه محبوس في سجن، وعشان كده بيتفق مع برود ان فتره تدريبه في النقابه هتكون لمده شهر، وبعد كده هيرجع لنقابه المعالجين عشان يبدا يبحث عن وظيفه مناسبه لمهاراته. وفي نفس اليوم بياخده برود لمطعم المغامرين وبيقدم له سفره مليانه بالاكل، وبيفكر لوشيل ان برود عامل له حفله، لكنه بيتفاجئ ان كل الاكل ده ليه لوحده. فبيقول لبرود انا مش هقدر اخلص كل الاكل ده، ولكن في ظرف دقائق بيكون لوشيل قضى على كل الاكل اللي قدامه، وده بسبب الجوع الشديد اللي كان حاسس بيه بعد التدريب طول اليوم. وبعدها بياخده برود وبيوصله لاوضته في النقابه،
وبيطلب منه ينام بدري لان بكره قدامه يوم طويل من التدريبات. وفعلا بيحاول لوشيل انه ينام لكنه بيكتشف ان الوقت بدري جدا، وعشان كده بيقرر يستغل الوقت وبيقول انا هتدرب على تعويذه الشفاء. وفعلا بيقضي لوشيل طول الليل ما بين التدريب على السحر والتامل لحد ما بينام في وقت متاخر جدا، وبيصحى مع شروق الشمس لما برود بينادي عليه. وبينزل لوشيل للمطعم وهناك بيتعرف على الطباخ جولجار اللي بيقدم له مشروب شكله غريب وريحته صعبه. وبيقول له لوشيل المشروب ده المدرب برود هو اللي طلب منه اصنعه ليك لانه مفيد، وبيعرفوا ان المشروب مصنوع من مواد فعاله بتزود طاقه الجسم بشكل امن وسليم، وعشان كده بيوافق لوشيل انه يشربه. ومن اول بق بيدوق طعم صعب جدا مش بيقدر يتحمله لدرجه انه بيفكر يرمي باقي الكوبايه اللي معاه، لكنه بيشوف جولجار قدامه فبيخاف منه، وده بسبب جسمه الضخم وقوته اللي ممكن تقضي عليه، وعشان كده بيجبر نفسه وبيضطر انه يكمل الكوبايه. ولانه مش عارف مكونات المشروب الغريب ده بيقول عليه المركب اكس، ولكن الغريب انه لوشيل من بعد ما بيخلص المشروب بيحس بطاقه جباره في كل جسمه وانه قادر يعمل اي حاجه في الوقت ده، وعشان كده بيروح يتدرب مع برود. وبرغم طاقه لوشيل الا انه برضه مش بيقدر يضرب برود ولا يوجه له ضربه واحده، ولكن ده مش بيخليه يستسلم وبيستمر في المحاوله والتدريب، ومهما حصل فيها وتعرض للضرب بيفضل مبتسم ومتاكد انه في يوم هيحقق هدفه ويضرب برود. وده اللي بيخلي برود مستغرب منه من ابتسامته حتى وهو بيتعرض للضرب. وفي الوقت ده بتوصل واحده من المغامرين الساحرات مصابه باصابه خطيره، وبتسال لوشيل لو ينفع يعالجها لان في فار ضخم عضها. فبيوافق لوشيل على طلبها فورا وبيقول لها انا هقدر اشفي الجرح واقفله، ولكن ممكن يكون الفار متسمم ونقلك عدوى، وعشان كده برضه لازم تتابع مع دكتور. وبالفعل بيستخدم لوشيل سحر وبيعالج الجرح، وده اللي بيخليها تتاثر جدا لدرجه انها بتعيط وهي بتشكره، وبتقول له انا عمر ما حد وافق يساعدنا او يعالجنا لان مش بشريه ودايما بيعاملوني باسوأ. فبيطمنها لوشيل انه موجود في اي وقت تحتاج فيه المساعده. وساعتها بيوصل واحد كمان من المغامرين وبيسال لوشيل ازاي اخترت انك تتدرب مع برود بكامل قواك العقليه، ده مدرب قوي وبيتحول وقت التدريب لدرجه ان كل المغامرين بيهربوا منه. ساعتها بيعرف لوشيل ان الموظفه خدعته لما قالت ان برود افضل واشهر مدرب بيحبوه المغامرين في النقابه. وفي نفس اليوم ده بالليل بيحس لوشيل ان كل المغامرين اللي في النقابه بيراقبوه، وده بيخليه يستغرب جدا، وعشان كده بيسال برود تاني يوم ايه اللي بيحصل. وللمغامرين بيراقبوه موجودين حواليه في كل مكان. ساعتها بيعترف له برود بالحقيقه لما بيقول له احنا قلقانين لا تهرب من النقابه بسبب التدريبات الصعبه. فبيتضايق لوشيل جدا من كلامهم وبيقول انا اللي جيت للنقابه بارادتي وانا اللي طلبت اتدرب فيها، ده غير ان اتفقت معاك على ان هقضي شهر كامل في النقابه فمستحيل اخلف بوعدي. لكنه بيحذر برود وبيقول له لو حسيت ان لسه متراقب تاني من المغامرين فانا هسيب النقابه من قبل الشهر ما ينتهي، وبيسيبهم وبيمشي. وبتعدي الايام على لوشيل في النقابه وبيكون اتعرف على مغامرين اكتر وبداوا يحبوه ويتكلموا معاه، وده لانه دايما بيساعدهم، ده غير انه بيبدا يتدرب على مهارات جديده مع برود زي التصويب والرمايه واللي بيفشل فيهم لوشيل فشل ساحق. وبيخلص الشهر اللي لوشيل حدده، وعشان كده بيقرر انه يرجع لنقابه المعالجين من تاني عشان يبدا يبحث عن وظيفه ليه. وبيشكر برود على تدريبه للفتره اللي فاتت، فبيديله برود عملات معدنيه وبيقول له دي رسوم علاج المغامرين اللي انت عالجتهم. وفي البدايه بيكون لوشيل رافض انه ياخد الفلوس، ولكنه بيوافق لما بيعرف انه هيحتاجها في نقابه المعالجين. وبالفعل بيروح لوشيل للنقابه وبيقول للموظفه انا كنت بتدرب في نقابه المغامرين ورجعت عشان ابحث عن وظيفه معالج. وبتلاحظ الموظفه ان القدره السحريه لوشيل زادت وده هينقله لمستوى اعلى، وبالتالي رسوم التقديم في النقابه هتكون ازيد. وقتها بيحتار لوشيل لانه مش معاه عملات تكفي مستواه الجديد، لحد ما بيتفاجئ ببرود دخل للنقابه ومعاه مبلغ كبير وبيدفعه للموظفه عشان تسجل لوشيل في المستوى الجديد. وبيقول له انا دفعت لك مبلغ المستوى الجديد ولكن بطلب منك انك ترجع معايا لنقابه المغامرين مره تانية، وفي الوقت ده هرجع ادربك من تاني لانك محتاج تدريب اكتر عشان قوتك تزيد، وفي نفس الوقت تعالج المغامرين وتسدد مبلغ الرسوم اللي دفعتها لك. وبالفعل بيوافق لوشيل على كلامه وبيرجع للنقابه مره تانية. وفي اليوم ده بيسلمه برود كتاب تعويذ جديد وبيقول له انت اتعلمت تعويذه شفاء الجروح وجه وقت انك تتعلم تعويذه شفاء السموم، لان دول اقوى تعويذتين لازم المعالج انه يتقنهم. فبياخد لوشيل الكتاب منه وبيوعد انه هيدرسه بجد ويتعلم كل اللي مكتوب فيه. وبتعدي الايام على لوشيل وهو في النقابه وبيكون مش بيعمل اي حاجه غير التدريب على فنون القتال، وده اللي بيخلي لوشيل يحس بملل من الحياه الروتينيه اللي بيعيشها. وعشان كده بيعرض عليه برود انه ياخد تجربه جديده وبيخليه يزور اخو الطباخ جولجار واللي بنعرف انه جزار. وفعلا بيبدا الجزار انه يعلم لوشيل ازاي يتعامل مع الحيوانات لحد ما يحولها للحوم صالحه للاكل. وبيقول له انا المسؤول عن توزيع اللحوم على نقابات كل المدن وعشان كده ليها شعبيه كبيره في مجالي. وبيطلب من لوشيل انه يطبق اللي اتعلمه منه على ارنب بري، وبالفعل بيبدا لوشيل انه يطبق كل اللي اتعلمه من الجزار لحد ما بيجهز لحم الارنب للطبخ، ولكنها بتكون تجربه صعبه على لوشيل اللي بيقول انه مش هيكررها مره تانية. وعشان كده تاني اسبوع في يوم اجازته بتاخده موظفه الاستقبال نانلا للمكتبه وبتكون مجهزه له مجموعه كبيره من الكتب التاريخيه والجغرافيا، وبتقول له العلم مهم زي فنون القتال والسحر وعشان كده لازم تتعلم عن البلد اللي انت عايش فيها. وبتبدا تحكي له عن تاريخ المملكه والمدن اللي فيها، وبتقول له ان مدينتهم الوحيده هي المدينه اللي منعت العبوديه وبقت العبوديه فيها جريمه كبيره بيحاسب عليها القانون. فبيشكر لوشيل الحظ اللي خلاه يعيش في المدينه دي، لانه لو كان راح لاي مدينه تانية كان متاكد انه هيكون عبد، لانه وقتها ما كانش معاه اي فلوس ولا حتى اتعلم المهارات اللي تساعده. وبتعدي الايام والشهور لحد ما بيقضي لوشيل 6 شهور كاملين في النقابه، وفي الوقت ده بيظهر عليه فعلا اثار التدريب وعضلاته
عضلاته اللي بدأت تقوى عن اول مرة دخل فيها النقابة، وعشان كده بتتطوع نانلا وبتخرج مع لوشيال وبتشتري له هدوم جديدة، وبتقول له انها هدية منها بسبب المجهود اللي بيبذله في النقابة، وبتشكره على كل اللي بيعمله عشانهم. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت صرخة قوية، فبيجروا الاثنين فورا ناحية الصوت عشان يشوفوا موظفة استقبال نقابة المعالجين واللي اسمها مونيكا وهي واقعة على الارض ومطعونة طعنة خطيرة، وعشان كده مش بيتردد لوشيال في انه ينقذها، وبعدها بياخدها معاه لنقابة المغامرين. وبعد فترة بتفوق مونيكا وبتشوف لوشيال ونانلا قاعدين حواليها، فبتشكره لانه انقذها من الموت. وساعتها بيسالها لوشيال ايه اللي حصل وليه تعرضت للهجوم، ويا ترى مين ليه مصلحة يعمل كده. وقتها بتبدا تحكي له مونيكا القصة، وبتقول له من كام يوم صاحبتي تعبت تعب شديد، وعشان كده اضطرينا اننا نروح لعيادة علاج معالجة مشهور اسمه بوتاكالي، وبالفعل بيعالجها لكنه طلب مبلغ كبير جدا مقابل تعويضة الشفاء. وقتها احنا ما كانش معانا المبلغ ده، وعشان كده مش بيتردد بوتاكالي في انه يبيع صاحبتي جارية لبلد تانية لسه فيها العبودية. ولما اعترضت على اللي عمله قدام الكل بعت مجرم عشان يخلص عليا. ساعتها لوشيال بيكون مصدوم ان في معالجين بالجشع ده، وعشان كده بيكون مصمم ان بوتاكالي لازم يتعاقب. وبيخرج لوشيال من عند مونيكا وبيقعد يفكر ازاي يقبض على بوتاكالي، لحد ما بيلاقي مونيكا بتنادي عليه وبتشكره مرة تانية انه ساعدها وبتساله عن تكلفة العلاج. وقتها بيلاحظ لوشيال توتر مونيكا، وده لانها خايفة تكلفة العلاج تكون غالية وما تقدرش تسددها. لكن لوشيال بيطمنها لما بيقول لها انت كنت لطيفة معايا وبتساعديني من اول لحظة قدمت فيها في نقابة المعالجين، وعشان كده مفيش اي رسوم للعلاج. وكلامه بيخلي مونيكا تشكره جدا وبتوعده انها ترد له الجميل. وبعد شهر على حادثة مونيكا وفي الوقت ده بيقدروا يوصلوا للمجرم اللي هاجمها، لكنهم مش بيلاقوا اي دليل على بوتاكالي وعشان كده مش بيقدروا يقبضوا عليه. ومع ذلك بتفرح مونيكا وبتقرر انها هتستقيل من نقابة المعالجين وتشتغل معاهم في نقابة المغامرين. وفي يوم بيجري برودو وبينادي على لوشيال وبيقول له مجموعة كبيرة من المغامرين اتصابوا في معركة ومحتاجين اننا نعالجهم في اسرع وقت والا حياتهم هتكون في خطر. وعشان كده بيروح لوشيال معاه فورا لمكان المغامرين وبيلاقي العشرات منهم متصابين اصابات مختلفة، وعشان كده بيبدا باصحاب الاصابات الخطيرة وبيعالجها، وبعدها بيبدا يعالج باقي المغامرين واحد ورا التاني لحد ما طاقته بتخلص تماما فبيغمى عليه من شدة المجهود. ولما بيفوق بيفتكر انه لسه في عدد من المغامرين ما قدرش يعالجهم، وبالرغم انه عالج اللي حالتهم خطر في البداية لانه بيكون مش راضي عن نفسه لانه بيكون عايز يعالج كل المصابين بدون ما يسيب حد منهم. وبتعدي الايام لحد ما بيكمل لوشيال سنة في نقابة المغامرين، وفي السنة دي بتتحسن مهاراته السحرية والقتالية بشكل ملحوظ، وعشان كده بيقرر انه يخرج من النقابة ويكمل مسيرته لوحده. وفعلا بيروح يعرض الموضوع على برود وبيقول له جه الوقت اللي ابحث فيه عن شغل بمهاراتي. فبيسأله برود عن خططه الجاية، وقتها بيقول له لوشيال هبحث عن كتب سحرية جديدة وهتعلم التعويذ اللي فيها، لان مش معايا غير تعويذة واحدة بس اللي بقدر استخدمها وهي تعويذة العلاج. وبعد ما احسن من مهاراتي افتح عيادة خاصة بيا واخلي رسوم العلاج فيها بسعر بسيط جدا عشان كل الناس من كل الفئات يقدروا يتعالجوا. وبيعجب برود جدا بطموح لوشيال وعشان كده بيتمنى له التوفيق في حياته الجاية. وبالفعل بيخرج لوشيال من النقابة عشان يبدأ مغامرة جديدة في حياته. واول حاجه بيعملها لوشيال لما بيخرج من نقابه المغامرين هي انه بيروح لنقابه المعالجين، وقتها بيشوف مديره النقابه وهي حزينه، وده بسبب ضغط الشغل اللي اتراكم عليها بعد ما مونيكا راحت لنقابه المغامرين. فبيقول لها لوشيال ان ده كان انسب حل عشان مونيكا تكون في امان وتبعد عن الخطر اللي كان حواليها. وفي الوقت ده بتلاحظ المديره التغيرات الجذريه اللي بدات تظهر على لوشيال بدايه من قوته لزياده عضلاته، وعشان كده بتساله عن اللي كان بيعمله في السنه دي علشان يتحول بالشكل ده. فبيبدا لوشيال يحكي لها عن كل التمرينات والتدريبات اللي كان بينجزها كل يوم عشان يزود طاقته السحريه وقوته البدنيه. وبرغم كده بتشوف المدير غريب الاطوار، وده لانه كان يقدر ينمي قوه سحره بالتدريب في العيادات، ده غير انه كمان كان هيكسب فلوس من شغله في العياده. ولكن لوشيال مش بيوافق على كلامها وبيقول لها التدريب على القوه السحريه ومساعده مغامرين اهم عندي من اي تدريب في عياده، لان مش بس اتدربت على زياده قوتي السحريه